السلام عليكم شيخنا أبو عمر. السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا وصل منتديات العيسوية خبر عن سرقة المسجد في فجر هذا اليوم المبكر. ما تعقيبك؟ واعطينا نبذة عن الموضوع اللي حدث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما قدمنا المسجد لأذان الفجر تفاجأنا بالصناديق التبرعات مفتوحة مخلوعة بالقفل، وبعد ما تحرينا ونظرنا في الموضوع لقينا باب الحماية مقعوج، وفي الطابق الثاني في البلكون باب بدون حماية، مكسرين القزاز وداخلين منه. والله أنا أعتقد إن بعد 1 في الليل، بعد ما هدت الحركة في الشارع في البلد وتم السرقة. إن شاء الله إن راح نتحرى أكثر وأكثر حتى نمسكه، وإن شاء الله بعد ما نمسكه نعرف البلد إن شاء الله. من هنا بدأت عملية السطو على المسجد ال40. قام أحد الشبان في تمام ما يقارب الساعة 1:01:30 بالسطو على المسجد ال40، ومن هنا قام بالقفز على بلكونة المسجد الطابق الثاني. أراد الدخول إلى المسجد وقام بكسر زجاج الباب المقابل للبلكون. أراد المخرب النزول إلى المسجد الطابق الأول، وضع المفتاح في الطابق الثاني وقام بفتح الباب. من أين أتى بالمفتاح لا نعلم. فنزل إلى درجة الأولى والأخرى، وأراد الدخول إلى المسجد الطابق الأول. قام المخرب بالصعود على الحديد، ثم قام بكسر الحديد إلى الناحية الخارجية ليتم القفز من بين الحديد إلى المسجد، فجرح يده ونزل دمه. أراد المخرب الدخول إلى المسجد ففتح الباب ودخل المسجد الطابق الأرضي. فواجه صندوق التبرعات، كان الصندوق مقفلا، فقام بكسر القفل وسرقة بما يوجد كل المصاري الموجودات في داخل الصندوق. وتوجه السارق إلى تبرعات الأيتام، فقام بكسر القفل وسرقة كل ما في داخلها. ثم توجه السارق إلى الخزنة الثالثة، فقام بكسر القفل وسرقت كل ما في داخلها. وهذه الخزنة ربما قد نجت من السرقة. ثم قام السارق بالخروج من المسجد من حيث أتى. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه عملية السرقة التي تمت في الساعة 1:01:30 ليلا، قام بها السارق. الله العليم لوحده أم كان معه رفاق؟ الله سبحانه وتعالى سوف يظهر الحق.